الكلمات الأخيرة للمحكوم عليهم بالإعدام. يعلم الشخص أن أمامه دقائق أو ثوان وسوف يفارق الحياة بلا عودة، لذا كلماته الأخيرة هي آخر شيء سيربطه بالحياة. فتخيل لو كنت تمر بهذا الموقف، فماذا كنت ستقول؟ نستعرض معكم آخر كلمات نطقها المحكوم عليهم بالإعدام قبل إعدامهم بلحظات. إلين وورنوس، واحدة من أبرز القتلة المتسلسلين في التاريخ، فقد دخلت التاريخ بسبب كونها السيدة الأولى في التاريخ الحديث التي تحولت لقاتلة متسلسلة تقتل الرجال بعد أن تستدرجهم بجمالها، فقد كانت جميلة للغاية في شبابها. قبض عليها بعد أن نصبت الشرطة لها كمين، ولم تكن الشرطة معها أدلة قوية وقتها، ولكن بسبب الندم والخوف من أن تتهم صديقتها بدلا منها اعترفت أخيرا بكل الجرائم. قتلت 7 رجال وقبض عليها قبل أن تقتل المزيد، فكانت آخر كلماتها: حتما سأعود، لقد سرقتهم وقتلتهم بدم بارد لأني كرهت جنس البشر منذ زمن بعيد. كلارنس إلين، سنة 1980 كان هذا الرجل يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بسبب قتله لحبيبة ابنه بعد أن أبلغت عنه الشرطة بسبب جريمة سرقة مسلحة، وبعد أن قتلها وشهد عليه عدة أشخاص قرر الانتقام منهم وخطط عمليات قتل وهو في السجن انتهت بقتل 3 أشخاص، ليدان بحكم الإعدام سنة 1980، ولمدة 25 عاما ظل حكم الإعدام لم ينفذ إلى عام 2005 حينما حدد يوم إعدامه. حاول وقتها تقديم التماس بالعفو عنه من قبل حاكم الولاية والذي كان وقتها النجم أرنولد، لأنه أصبح لا يمثل خطر فقد كان بعمر 76، ولكن أرنولد رفض العفو وتم اقتياده ليعدم بالحقنة القاتلة، وكانت آخر كلماته: يا له من يوم جيد للموت. كارل بانزارم، واحد من أخطر المجرمين بالتاريخ، فقد رجح عدد ضحاياه لأكثر من 100 ضحية قتل وأكثر من 1000 عملية اغتصاب. كان يقتل ويسرق ويغتصب ويحرق الكنائس والمنازل والبشر، آلاف الجرائم حرفيا. قبض عليه 15 مرة ولم يدان فيها لغياب الأدلة، لكن في الأخيرة وبعد تعذيب طويل اعترف بآلاف الجرائم الوحشية. حينما اقتيد للإعدام حاول وضع الغطاء الأسود على رأسه، فركل الحارس وبصق في وجهه وأخذ يضحك قائلا جملته الأخيرة: أسرعوا يا أنذال، يمكنني قتل 12 رجلا منكم بينما تتسكعون حولي. لتكون هذه آخر كلماته. وايلي شانون لم يكن قاتلا متسلسلا، ولكنه كان سارقا يسطو على السيارات إلى أن تسبب بقتل رجل عجوز أثناء محاولته السطو على سيارته، فحينما تم اقتياده لإعدامه بالحقنة القاتلة وجد أمامه أهل القتيل. كان مبتسما وهادئا فقال: لقد أخذت روحا مولدا ولم يكن خطأي، لقد كان حادثا غير مقصودا. فنظر إلى ابن الضحية وقال له: لا تأخذ ابتسامتي على أنها قلة احترام، إن تمكنت حياتي من إعادة والدك إليك فلنفعل هذا. حينما أقابل والدك في الحياة الأخرى سأطلب أن يسامحني. أنا آسف، عودوا للمنزل وابتسموا واستمتعوا. أنا سعيد الآن، أنا سعيد، ليس لدي غضب أو حتى خوف، أنا فقط سعيد. توماس جراسو قتل هذا الشخص سيدتان وحكم عليه بالسجن 20 عام، ولكن بعد ذلك بدلا من أن يخفف الحكم أعاد حاكم الولاية محاكمته وحكم عليه بالإعدام. وحينما تم اقتياده لأخذ الحقنة المميتة وقبل إعدامه بثوان قال: توقف توقف، لم يجلبوا لي معكرونة الإسباغيتي، لم يجلبوها لي، أريد فقط أن يعرف الجميع هذا. ومن ثم تم إعدامه. تيدي باندي واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ، فقد اشتهر بسبب وسامته وعشق النساء له، فقد كانت محاكمته كعرض تلفزيوني ينتظره الملايين، وتتظاهر النساء أمام المحكمة مطالبة بإعطائه البراءة، فلم يكن يصدقن أن شخصا بهذه الوسامة قد يصبح قاتلا بالرغم من اعترافه. وآخر كلماته كانت: أود أن ترسل حبي لعائلتي وأصدقائي. بيتر كارتين شخص سادي ومخيف ومرعب، ويكفي أن تعلم أنه لقب بمصاص دماء دوسلدورف، وهي مدينة ألمانية روع هذا القاتل المتسلسل أهلها
حيث كان يقتل ويغتصب ويدمر كل شيء أمامه. وبينما يقتل ضحاياه ويقطعهم، كان يشرب من دمائهم بكل غرابة ويسدد لهم الطعنات الغير المميتة ليستمتع بعذابهم ويصل للنشوة القصوى حتى تموت ضحاياه من فقدان الدماء. تم تنفيذ حكم الإعدام في عام 1931 بعد القبض عليه ومحاكمته، وذلك بقطع رأسه. وآخر كلمات قالها كانت مرعبة: بعد قطع رأسي هل سأظل قادرا على سماعكم؟ على الأقل للحظة. هل سأسمع صوت دمي يتدفق من جذع رقبتي؟ سيكون من دواعي السرور أن أسمع هذا، فهو سيفوق كل الملذات. بعدها تم الاحتفاظ برأسه لدراستها ومعرفة كيف يصبح الإنسان شريرا إلى هذا الحد.